هو انتوا ما سألتوش نفسيكم ليه لو انت شاب يعني ممكن تعرف واحدة او تتعرف على واحدة برغم انك ممكن تكون خاطب اصلا، ليه بتتعرف على واحدة تانية؟ ولو انت متجوز ليه برضو بتروح تتعرف على واحدة تانية؟ ايه هنا ايه الموضوع؟ الموضوع هنا ببساطة ان انت مش مصاحب خطيبتك ولا مصاحب مراتك، فهو ده اللي بيخليك تروح تتعرف على واحدة واتنين وتلاتة. الفكرة هنا في بداية الارتباط، وانت بترتبط ما تفكرش على واحدة حلوة، ما تفكرش في واحدة عندها ممتلكات مثلا، ما تفكرش في واحدة أخلاق وبس. كل ده مش كافي، كل ده بوينت واحد بس في الموضوع كله. لازم لما تيجي تختار أهم شيء في الموضوع إن انت تعرف تصاحبها، يعني خليها صاحبتك قبل ما تكون حبيبتك وقبل ما تكون مراتك، عشان لما تجيلكم مشاكل أو تتحطوا في ظروف، وده وارد جدا، تعرف تتعاملوا مع بعض بكل سلاسة وهدوء. الموضوع بسيط، بس انتوا اللي مصعبين على نفسك. بسيط اهي.